السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أفضل خلق النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايين بفيديو الكوارع والممبار. طبعا الكوارع كلنا بنعشقها. أول حاجة بنحط معلقة سمنة وبنحط عليها الكوارع. أول ما بتسخن بنحط عليها الكوارع ونقلب كويس قوي لغاية أما تتشوح كويس. أول ما بتتشوح كويس بحط عليها بصلاية وورق لورا وشوية فلفل أسمر. ما بحطش ملح دلوقتي غير لما بتستوي وأقلب كويس قوي. واول ما بعد ما بقلب بغطي عليها لغايه اما الميه اللي جواها تنزل الميه وتنشف. اول ما الميه بتنشف بنزل عليها بميه سخنه، ولازم ميه سخنه. تمام. بعد كده بحشي الممبار، بجيب ممبار متنضف ومغسول كويس قوي ومنقوع في ليمون وملح وخل، وانقعه شويه ومتنضف كويس وزي الفل. طبعا احنا عملنا قبل كده ازاي نعمل الرز بتاع المحشي، كنا عاملينه في فيديو المحشي قبل كده. اول حاجه بجيب الممبار واملاه كويس. اول حاجه لازم نتعلمها ان احنا ما ينفعش نملى الممبار على الاخر. الممبار لو مليناه على الاخر بيجي وهو بيتسلق بيفرقع في قلب ميه السلق. فطبعا كده احنا مش هناكل ممبار، احنا هناكل رز في قلب الحله. فاحنا لما بنيجي نحشي الممبار واحنا بنحشيه لازم نخليه مهوي ومبطط. بعد كده اول ما الممبار بيستوي بجيب ميه وبحطها على النار وبحط فيها توابل فلفل وورق لورا وشويه ملح صغيرين زي ما انتوا شايفين كده معايا. ورق اللورا طبعا بيشيل اي زفاره، بس احنا طبعا غاسلين الممبار كويس فاكيد اكيد مش هيبقى فيه اي زفاره. لازم الميه نحطها على النار وتغلي. ومعانا الممبار طبعا. اول ما الميه بتغلي على النار بسقط فيها على طول الممبار. لازم طبعا الميه تغلي. انا مش بحط بصل ولا طماطم في قلب الحل. بحط شويه التوابل واغطي عليها. وبعد كده اول ما الميه بتغلي بجيب الممبار واحطه. الممبار طبعا ما بحطوش كله، انا كنت جايبه كيلو حطيته على مرتين، لان لو اتحط في الحله مره واحده ممكن ما ياخدش السوا كويس. تمام معايا. فانا بحطيته على مرتين، بحط شويه الممبار وبقلب كويس واغطي الحل لغايه اما يستوي. طبعا هنا الممبار استوى معانا، بجيب زيت واحطه على النار واسقط فيه الممبار اللي اتسلق. تمام معايا كده. الممبار يا جماعه كان طعمه جميل جدا جدا جدا، تحفه على رأي حبيبه. تمام. بوسع كده علشان الممبار ياخد راحته وهو بيستوي. والكوارع كانت جميله جدا، يعني يا ريتكم كنتوا معانا. لو كنتوا معانا كان عجبكم بجد. اول ما بيتحمر من الناحيه بقلبه على الناحيه التانية علشان ياخد برضو ايه، ياخد لون على الناحيه التانية زي ما انتوا شايفين معانا كده. تمام كده. شايفين الممبار يا جماعه شكله جميل ازاي؟ شكله كان جميل وطعمه كان جميل جدا والله. تمام. ايوه. اتحمر الناحيه دي بقلبه برضو على الناحيه التانية ياخد لون كويس، عشان حبيبه بتحب الممبار متحمر كويس، حبيبه بتحب الممبار قوي. تمام كده. اول ما بيتحمر كويس زي ما انتوا شايفين كده جميل جميل جميل، بجيب الطبق واطلعه. ايوه. اللي اتحمر كويس بطلعها، اللي لسه يعني عايزه شويه تحمير بقوم قلبها على الوش التاني واقوم ايه، اول ما بتتحمر بقوم مطلعاها زي ما انتوا شايفين كده. ايوه. يا شامين الريحه يا جماعه، يا لو شميتوا معانا ريحه. بعد كده بجيب شويه ممبار كمان واقوم حطها في الطاسه. تمام كده. واوسع برضو كده علشان ايه، عشان تتحمر كلها زي بعضيها. وبألف هنا وشفا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا ده الممبار وده الممبار ودي الشوربة وده الزيتون ودي الكوارع وده الممبار بقى سخن مولع. دي حلوة، دي حلوة وبرضه ممكن عليها سخنة أوي يا جماعة. حلوة كيوت جدا بجد، تحفة تحفة تحفة. لا بجد أحسن من بتاع برا بكتير خالص، والله حلو أحسن من بتاع زوزو بكتير.
صراحة يعني نشرب بقى. راح اشوف صورة. مش سخنة كتير كتير كيوت جد. طب آخر قرار عجبتني. بس كده، يا رب يكون عجبكم الفيديو. هنقول في الآخر سلام، توحشوني. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا كلمة حبيبي وتفعلوا الجرس، ويا رب توصلوا الفيديو ده 100,000 لايك. سلام.